هلا هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. اليوم سويت لكم شوربة الفطر بالكريمة، طعمها كلش طيب وكلش سهلة وسريعة، تتحضر بربع ساعة بس. وهسه قبل لا ابدي بطريقة العمل، اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وخلونا هسه نبدي بطريقة العمل. بالبداية أول كل شي عندي كوب من المي الحار، راح أضيف له نص مكعب من الماجي حتى أتركه شوية يذوب بالمي الحار. وراح أبدي أحضر الشوربة مالتي. عندي بالقدر راح أضيف مكعب من الزبد، وهنا عندي نص حبة من البصل صغيرة وفص واحد ثوم كلش صغير طعمتهم كلش ناعم، راح أضيفهم من القدر وأبقى أحمس بيهم إلى أن يتغير لون البصل ويصير لونه شوية على شقار. وأول ما يتغير لون البصل بهذا اللون راح أضيف الفطر، إذا كان فريش أو معلب أو حتى مجمدينه. أنا مجمدته قبل كم يوم، يوم كنت ناوية أطلع فحمست مسبقا بالزيت، بس بالزيت وضميته بالمجمدة. انتو إذا كان عندكم الفطر فريش ضيفوه بالبداية ويا البصل. بما أنه الفطر عندي مستوي راح أحمسه حمسة كلش بسيطة. بعدها راح أضيف خاشوقة مليانة من الطحين وأحمسها كل زين إلى أن يختفي الطحين ويا المكونات اللي بالقدر. بعدها أضيف له قلاص المي الحار اللي حضرناه بالبداية ويا نص المكعب مال ماجي، وأضيف له رشة ملح وأبقى أحرك بيه إلى أن يسخن قوام الشوربة. خلال هاي الفترة إذا لاحظت إنه هي شوية ثخينة أو تحتاج مي راح أضيف لها شوية مي. وأول ما تسخن عندي الشوربة راح أهرسها بالبلندر. إذا ما متوفر عندكم تقدرون تخلونها بالخلاط، أو حتى تقدرون ترمون الفطر كلش ناعم وما راح تستخدمون خلاط. وهاي الشوربة عندي صارت بهذا الشكل وبهذا القوام. بعدها راح أضيف لها كريمة طبخ، أو إذا ما متوفر عندكم تقدرون تستخدمون الحليب المبخر مثل ما أنا استخدمت، أو حتى إذا ما متوفر عندكم الحليب المبخر تقدرون تستخدمون حليب عادي بس تضيفوا له خاشوقة من القيمر، يعني تخففون القيمر بالحليب وتضيفون كوب من الحليب ويا خاشوقة قيمر. ضفت لها رشة زعتر وراح أبقى أحرك بيها إلى أن تغلي عندي الشوربة. وأول ما تغلي عندي الشوربة راح أقدمها بهاي الطريقة، وأزين كاسة الشوربة بالمكعبات مال الخبز المحمص وكم شريحة من الفطر. وهاي الشوربة صارت جاهزة، طعمها كلش طيب ومتأكدة كلش راح تحبونها وكلش سهلة وسريعة بنفس الوقت، لازم تجربونها. لهنا ننتهي الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة وتشاركون الفيديو ويا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.